هوستي وحنا نقول فائزة عبد الله حاج عمر. Like he said, my name is Faiza. I'll be helping host the event today. We'll start with the graduates coming up to read their last verses, so it'll be official. So the first one will be Maida. Vamos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله الله أكبر. Next student we have who finished their last verse is also Ida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. الله أكبر. Our last student that we have to read their last ashar would be Ilham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن عمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت علينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. الله أكبر. One more time for our graduates. Congratulations, girls. All right, now we have the openings, and Sulaiman Mahmoud will come up and do the Quran readings for our opening. Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ولا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. MashaAllah. Thank you, Sulaiman. And then next we have Sheikh Jaizani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه مركو وريسة انت أنا وحبقلين وحان قلتها النذين هي حفلتان آدي وحان سود وين هي حفلتان بركيسن وسيدان لسوق مقابيه أو قرآني كلام إله القصة الدياري سبحانه وتعالى وحان تها النذين مركو وريسة معلمين هوش أسوه شيء وكسود ذا شيء ayaan aad iyo aad maartay soo dhaweynaya ma sha Allah say soo dadaaleen ardayda ugu soo dadaaleen waxaan ku xijinayaa ardayda ruuxooda oo aad iyo aad u dadaalay gabdhaheena maanta meesha quraanka akhriyay oo karaameeyay waxaan ku xijinayaa oo kale waalidka soo diyaariyay oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay hawshan habeenii maalin soo jeedaan jecelnahay inteena kale inaan ku dayano inta kale ku dayano insha Allah taala waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa in Allah intii timid meeshan ka soo qayb gashay oo waalidka ah ugu horeeya مثلا دكتور شيخ علم الليث oo cameraman-ka ah noo duubahaya waxaan kale aad soo dhaweynayaa masaajidka ka socda Saciid walaalkeen masaajid ka socda aan joogna maanta ka socda ayaa aad soo dhaweynayaa waxaan kale aad soo dhaweynaya inta aan xusiisan qof kasta magaciisa iyo darajadiisa ku fadhiyo ayaa aad soo dhaweynayaa ka bacdi waxaan ku xijinayaa marka Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون أيضا مقعد وحوية معنى هذا وحوية إلهي سبحانه وتعالى كل كتاب آخرها أو آخرها حق تلاوتي سيدي أمنا تجويد يحفظ سيدي أمنا وآخرها أولئك يؤمنون به بإلهي كواس وكو قرآن كربين هيا إلهي وحيل ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون qofkii quraankan ku gaalooba oo quraanka ihaanaysta oo kitaabka tuura oo ilmihiisa quraanka aan barin oo aan waxba ka soo qaadin waa maarta Ilaahay wuxuu yiri khaasirin adduunyo aakhira waa hoogaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu yiri aayad quraan oo kale Ilaahay wuxuu yiri Allah nazala ahsana alhadith kitaban mutashabihan Ilaahay wuxuu yiri quraan wax la soo dejiyo waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ba Ilaahay yiri kitaabkaas oo aayaadkiisa mutashabih aayaadkiisu ay isku dhow yihiin oo iskala fogeynba oo aad iyo isku shabahan مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم waxa aad iyo aad maartay ugu khushuuca oo aad iyo aad ugu magaratay aad iyo aad ugu ooya dadka maartay dadka oo mu'miniinta hargahooda ama juluudooda ama qulubtooda ayaa aad iyo aad ugu maartay waxay u noqdaan hambal noqda yaani juluudooda ayaa jilcsanaada qalbigooda jilcsanaata waxay ugu jilcsanaadaan dhikriga Ilaahay xuska Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay wuxuu yiri ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد كاسي وهداية إلهي قفك إلهي وهنونينا واحد من كلام بجنان قفك إلهي ولمينا قفسه هنون كلام بجرو تاوحن قدر هيا حديث رسولك صلوات ربي عليه ويري نبي وحير خيركم من تعلم القرآن ويعلمه رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا هو خير بدن قفك القرآن كبرتي قفك مارتي بره يا هو خير بدن رسولك حديث البخاري
ayaa ku soo wariyey kitaabkiisa nabigu wuxuu عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين إلهي القرآن كان ضد بكر وقاضى ضدنا ومارتي ضدك قبصدنا قرب وقاضى إلهي ضدك القرآن كان مارتي كعيارة وأنا حبك السوق قادين ومارتي كعمل فلنا إلهي سبحانه وتعالى هوس بكذا وأجنها أركنا أمرنا هي ضدك القرآن عن الإسلام كان سوقني والإسلام كان يرصدي ومسلمين تعالى لكن القرآن كحمان كل هين وماشي أي مرة هي مرشد وأجنها إلهي بس سبحانه وتعالى دكتي إلهي سبحانه وتعالى أدب دكتي وحام أوجا حديث النبي كسوري صحابي اللي هذا أبي أمامة الباهلي النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن أمر بان لسي قرآن كأخير لي هذا قرآن قبله آخرين هي أمر إلهي أوي والنبي محمد لسي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة تشفيعا لأهله أو لأصحابه قرآن كوحنا ما أنت قيامها أسحات تسوي شفيعية نار بنكبغينا نار تسوي حليري قرآن كسوه استاجا يا قفك من كسول إلهي يوم ملائكة مركي قفك نار تقوده أي قرآن كسوه استاجا هي وحوه هي سورة البقرة سورة آل عمران سورة قبلهم آخرين هذا مارتي ما شاء الله سورة البقرة آخر كذا آخرين سورة داس هي سورة قدم آل عمران هي سورة المائدة سورة النساء سورة هذا هي سورة هي ملائكة استاجا هي بالي ما كان سوي حاجة قفك كي أوضان markaas ay weelayeen waxaan u wadnaa naarta markaas ay leeyihiin maya naarta ma la geynayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka maadaama aayaadkayga iyo kalaamkayga hor taagan yahay soo daaya jannada geeya saasaa la leeyahay marka bishaaro aad iyo aad u weyn ilaahay baa noogu bishaareynaya subxaanahu wa tacaala shafiican naarta shafiican liasxaabihi xadiidkaas saxiix muslim ayaa wariyey حديث سوري ترمذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به قفك القرآن كأخري وكعم فله أي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة لبس والد إلهي وحسن تاج كل حوية بارك مارتي ومدح الله صار أي ملوك أيو كوين كي مارتي يعني مدح ولياشو وين مدح الله صاره أو كلام مدح الله صاره مدح مهد الله صارنا هذا أهل الجنة ووالدك والدك وين